واخيرا يا عيال رجعنا لكم بالسلسله اللي كلكم تحبونها، وهي سلسله لعبه ستيل اند فليش. وطبعا انا منزل من هاي اللعبه هواي سلاسل، فاذا ما شفتوها روح شوفوها، الرابط بالوصف او راح تطلع لكم بهاي علامه اللينك اللي صايره منه. طبعا انتم متعجبين تقولون ايش عجب رجعت بهالسرعه من الامتحانات. طبعا شباب انا باقي لي بس امتحان واحد، بس الصراحه انا حيل اشتاقت لكم، يعني قلت خلينا نسوي فيديو قبل الامتحان يعني بيوم يومين. وطبعا انا رجعت للقناة بسبب دعمكم الرهيب الصراحة، شكرا جزيلا انكم شباب ما قصرتوا وياي بالدعم. فيا عزيزي المتابع ويا عزيزتي المتابعة، اذا انتم جديدين على القناة اشتركوا وحطوا لايك اذا عجبكم المقطع. وطبعا ما انسى دعمكم الرهيب على فيديو الفلوكس اللي نشرته قبل كم شهر، واللي وصلتوني به الى اكثر من 100 لايك، رقم جدا خرافي، شكرا لكم يا عيال. وطبعا رجعت لكم بهاي السلسلة اللي هي سلسلة لعبة ستيل اند فليش، لان صار لنا زمان ما لاعبينها، وانا نزلت عن هاي اللعبة فيديوهين او 3 فيديوهات. فاذا ما شايفين روح شوفوهن وشوفوا فيديو الفلوجز وياهن، الرابط بالوصف. اوكي يا عيال. وطبعا يا عيال انا ما راح اطول وياكم بالمقدمة، فقبل كل شيء طبعا قبل كل شيء وقف الفيديو واضغط زر اللايك بسرعة، ويلا استمتع بالمقطع. يلا اعطونا الانترو. وشلنا ردينا الربع. طبعا هاي هي لعبتنا مثل ما تشوفون قدامكم يا عيال. طبعا صار لنا سنة كاملة ما لاعبين، تخيلوا سنة كاملة يعني ما لعبها وياكم. طبعا ما بالنسبة لي لاعب اللعبة انا شباب، طبعا لاعب يعني لعبت بيها شوية وجمعت جيش ومن هاي السوالف، يعني احتليت مدن ودول، كل شي سويت. هسه نروح ندخل اللعبة شباب. تمام هاي احنا، بس ما رخصت لكم شوية نظر الكاميرا، صعبة شوية. حلو رهيب. تمام نقرب لهذا شوية علينا. انا على ابو التقييم واخروا عني. طبعا مثل ما تشوفون يا عيال وصلت انا لهذا المستوى الرهيب، يعني طبعا مستواي يمكن 30 وراح ادخل بال31، وحاليا انا مجمع 560 جندي، يعني هو 559 لان انا المحسوب، يعني 60 اللي هو انا محسوب بيه. طبعا ايضا صار عندي رفقة يا شباب، صار عندي مرافقين انا التقيت بيهم وين بالحانات يعني، والعياذ بالله اللي هي استغفر الله يعني العرق، اللي هي من ضمنهم هاي اول وحدة اللي عندنا اللي اسمها بيرتا. خلينا نشوفها. هاي يا بيرتا شباب، طبعا منية على فكرة يعني مثل ما تشوفون قدامكم. فخرد لي الخوذة عم، خرد لي عم يعني. ترى هاي مسلمة اسلمت يعني، استوى دخلت للاسلام، فحرام تبعون يعني. تمام المهم شباب. وعدة الثاني اللي اسمه هولان. طبعا هولان كان لابس دروع يعني ضعيفة نوعا ما، وشوية سلحته بدروع اثقل واقوى مثل ما تشوفون. حتى طيته حصان يعني فرس طيته خاص بي وقوي همين وسريع. طبعا نسيت اقول لكم على وظيفة كل منهم. طبعا بالنسبة لبيرتا هي طبيبة بيطرية مثل ما تعرفون، يعني تهتم بالحيوانات، يعني تعالج الحيوانات اللي عندنا. فقلت ليش ما اخذها يعني تفيدنا بالمعركة، خاف مثلا الخيول عندنا تنصاب يصير بيها شيء. اما هولان فما اعرف الصراحة شغله شنو، يمكن كان جندي سابق اتوقع، لا ولا هو يعني جندي حاليا، ضل جندي يعني. اخو ما اعتزل، خو ما عاب جيش وراح. يعني انا جيت واقترحت عليه انه ينضم لفريقي، انضم الجيشي، مقابل انه ادفع له 4000 قطعة ذهبية مثل ما تشوفون تقريبا مفلس انا عندي 333. فتمام هسه حاليا شباب. طبعا مثل ما نسيت اقول لكم انه الامبراطوريات مثل البريطانية طبعا انا قدرت احتلها، لان شوي انا من تضعف عندي دولة شباب. شو اسوي قبل احتلها يعني، قبل استغل الموضوع مثل ما تعرفون يعني كلش يعني اكيد عرفتوا يعني. قبل استغل الموضوع واحتلها كامل بدونها، او اخلي لها يعني قريتين واعلن وياها السلام، بس مقابل شنو؟ تدفع لي جزية فلوس يعني مثل ما تعرفون. اوه شت شباب، هسه ارجع لكم. تمام يا عيال. فهسه اللي راح نسوي شنو؟ اللي راح نسويه انه نحتل بولندا. يعني بولندا تقريبا شبه ضعيفة، هي ما عندها غير هاي المدن.
انتوا تشوفون يعني انه بيها هواية مدن وقرى طبعا، لكن انا صرت اقوى بفضل احتلال يعني الاغلب يعني احتليت تقريبا نصف الخريطة شباب، احتليت نصفها، يعني صرت اقوى من قبل. احتمال حتى تعرفون هاي احتمال حتى الامبراطورية المغولية احتلها، لان مثل ما شفتوا يا عيال قبل شوية عليت علي الحرب، وراح اخليها تندم وخليها تدفع جزية الي مضاعف لاخر الشهر. تمام. فمثل ما تعرفون، فعلى سبيل المثال عندكم بريطانيا العظمى، كانت يعني بريطانيا وقتها كانت كبيرة وقوية، وكنت انا ادفع لها جزية، يعني كنت اكره كوني عبد الهم، كنت اكره. انقلب السحر على الساحر، صرت انا الاقوى. فاللي راح نسويه هسه نعلن الحرب على بولندا. لحظة لا، دبلوماسيات، فرض تحية، لا روسيا عوفة، هاي دولة عوفة، دولة طبعا شباب خلينا نعوفهم شباب، عوفهم. تمام. فرنسا، طبعا فرنسا، حتى فرنسا ضعفت واحتليتها همين، هاجمتها فرنسا وصارت تدفع لي الجزية، وهاي هي بريطانيا اللي تقدر تدفع لي. امتى ما اقدر طبعا، بالنسبة اقتصادها كلش انتهى يعني. عوف هاي التحية، لا ما اريد. طبعا هاي الدولة ما تتذكرونها شباب، هاي الدولة البنفسجية، طبعا انا اسميها بنفسجية، انا ما اعرف شو اسمها جن بايستيم، والله ما اعرف، انا ما اعرف يعني، مو قد اعرف في التاريخ شباب. فتمام، هسه نروح نعلن الحرب على من؟ على بولندا. تمام. طبعا بالبداية خلينا نشوف شنو عندها ما عندها. حلو والله بالناريات. تعال خلينا نبيع شوية من اسلحتنا، خلينا نبيع كافي علينا واحد. تمام. اسلحة الحصار. ايضا بديت اشتغل بالتجارة شباب، يعني فتحت لي مزرعة مال دجاج وهوش يعني حتى استرزق منه. فتمام حلو. هسه شو نسوي؟ نعلن الحرب على بولندا. شنو السبب؟ الرغبة في التوسيع، نريد نوسع اراضينا شباب. نعلن الحرب، حاليا من نعلن الحرب على بولندا. حلو. يا الله، بسم الله. نعلن الحرب، قول بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3. اعلن الحرب شباب، اعلنت الامبراطورية العربية بشكل رسمي الحرب على بولندا. وإلي يلا خل نروح نتجه. هسه اللي راح نسوي شنو؟ نحتل القلعة مالت باش قد بيها 329 جندي. خلينا نشوف والله هذول الفرق مالتهم 37 107 137 رام السهام، اخر تسليح. اعوذ بالله. خلينا نسوي تفريق معسكر الحصار شباب. ايضا خلينا نستدعي بعض اللوردات حتى يساعدوني بالهجوم، يعني خو ما اهجم بوحدي، يعني الصراحة شباب راح اخسر نص جيشي هيجي، ولو يعني احنا نفوز بس للاحتياط شباب يعني. فنسوي هجوم القلعة. يلا تعالوا شباب، تعالوا ياي. حلو. هلا والله بالدعم، هلا يا عيال، اجانا الدعم اللوردات. حلو. هلا والله بالدعم يا عيال، اجانا طلعت، لا طلعت احنا من القلعة. هنكمل حصار عليها يا شباب، نرجع لكم يا عيال. شدنا ردينا يا الربع وقت الهجوم. شت 731. اعوذ بالله، هذول كلهم راح نواجههم. يلا شباب خلنا نجازف شوي، احسن خلنا نجازف. راح تسقط بولندي، ما عليكم. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا القتال. هلا والله بالقلعة وبع المدينة، ما قلعة مدينة، هاي ايش كبرها ايش قدها، كلش حلوة، لازم تصير لنا اليوم. وقفوا شباب، لا حد يتحرك، خلينا من دقت ابواق الحرب، دقت. حركوا انتوا اسلحة الحصار. حلو. انت روح من هناك حبيبني. طبعا شباب خنتان المنجنيقات تتقدم وترشقهم بالكرات النارية حتى تكسر البوابة وتضعف قواتهم. بالاخير احنا راح نهجم على القلعة ونحتلها بالاخير. خطة حلوة مو صح؟ خطة جميلة جدا. فتمام. خنتان هذول على ما
تقدمون شباب. كفو كفو، يلا يلا شباب يلا كفو. قدموا تقدموا شباب قدموا. اوب 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 اوب، شفتوا شفت انا؟ ايش قوى ابراج الحصار، ايش قوى بالنيران. لا 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 لا، تنكسر بهاللحظة لان الدم مالتها. اوه شت 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 شت، ما باقي له شيء يطيح، ما باقي له شيء. ايش اوه شت 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 شت، اطلقوا النيران. كفو كفو يا عيال، يلا يلا شباب هجوم. قدموا قدموا بسرعة يلا. حلو، تم تدبير البوابة. حلو يلا 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 يلا، نستخدم درعي انا عملان لا نموت، لا يرشقوني بالسهام. هجوم شباب هجوم يلا يلا، وينكم يابا؟ يلا يا عيال خلنا ندخل. بسم الله الرحمن الرحيم. اسحب سيفك. تعالوا لكم، تعالوا ايش بيهم واقفين؟ يلا حاربون، ايش مالكم؟ لا كويداس، تعال ابني تعال. تعال بس تعال انت، تعال سراويك منو القائد هنا. تعرف انه ملك الامبراطوري موتوني. يلا عادي ماكو مشكلة شباب، احنا المنتصرين بالنهاية. طبعا مثل ما شفتوا يا عيال قررت اعيد المعركة كلها مع الاسف يعني، وقررت انه ازيد من عدد اللوردات او عدد الجيش مالتي يعني مثل ما تعرفون. ف اللي راح نسوي شنو؟ راح نزيد عدد اللوردات. يلا تعالوا شباب، تعالوا خلينا نسوي غارات هجومية، غارات هجومية على المدينة. اجونا العيال، اجونا حياهم. يلا شباب يلا. تمام، هسه نسوي الهجوم على القلعة. يلا شباب هاجم القلعة وياي، قول بسم الله ونروح نهاجم. حلو صار عددنا 1300. حلو، طبعا عددهم 600 يعني بالاخير احنا راح نفوز يا عيال. ندوس يقاتل. وانا عندي هلا بس على عدد اسلحة الحصار ايش قد صار عندي. ويلي يلا خلينا نروح ندوس قاتل ونرجع لكم شباب. هاي مدينتنا الجميلة اللي راح تكون باسمي وباسم الامبراطورية العربية. تمام يلا شباب، لا حد يهجم، انتظروا اشارتي ولكم اوقفوا، لا حد يهجم. جاي يقول دقت ابواق الحرب. حلو تمام تحرك انت. حلو، خلينا ننتظر لما اجيك على ما توصل شباب. هذا اسوأ شيء طبعا انه يرشقون برجك المحاصر بالنيران كرات نارية، بس احنا هسه راح ندمرهم، راح نحرقهم حرق اليوم شباب، نصلخهم صلخ اليوم. هاي كيفكم لكم؟ انتم دفعتوني اياهم. يلا قدموا يا عيال قدموا. مع كامل الاسف دمر برج الحصار عندنا. يلا شباب اهجموا، كفو لكم، كفو يا ابطال كفو. والله والله دمروا الباب. بويه صلخوا الباب صلخ. يلا شباب احنا دورنا، خلينا نهجم. يلا هجوم. اسحب سيفك، اهجموا يا قواتك. يلا بسم الله قدمنا. يا الله يا رحمن يا رحيم. قدم احنا، قدم نتقدم. كملوا انتوا كملوا. كفو ابطال، كملوا. خنتاني قواتي طبعا على ما تدخل شباب. احسن والله كفو. دمرناهم دمار. يلا البقية عليهم شباب. يلا يا بتحكي عدل شو جايش. يلا هداك الانمي. يلا شباب دخلوا. كفو. طبعا شباب لا حد يقول ليش ما دخلت داول واحد، يعني مو سالفة جبان وسالفة شجاع، لا انا يعني قائد كيفي، انا الملك
يعني اذا اموت تهبط معنويات الجيش كله ويشرد، بس يشوفون ملكهم طاح الله ياكل يسوون انسحاب. هجوم يلا. اي كفو قتلت اول واحد قتلت. اخذ لك هاي، اخذ لك هاي ابني. اي كفو. طبعا كل ما تقتل لك واحد يا شباب يزداد مستواك. تقريبا راح ادخل بالمستوى ال 31. حلو. يلا كمل. كفو. يلا يلا كمل على هذول، كمل عليهم، كمل. كفو. راح ننتصر، راح نفوز. يلا كملوا جوا هذول قتلوهم. خلينا ندخل عليهم شباب. لازم يشوفون قائدهم، لازم ارفع معنويات الجيش، لازم يشوفون قائدهم يدخل القلعة تاخذ لك هاي اللعبة نوعا ما راح تعلق طبعا. كفو. حلو. اول واحد رابع واحد ما خامس واحد. كفو. اقتل. يلا راح نفوز ولا نفوز. ما ادري ايش قد لازم يموتون منهم. موت. يلا موت. حلو. قتله. كفو. الكاميرا نخليها قريبة احسن حتى. حلو. او لا شباب خلنا نستخدم الرماح مالتي. يلا هي استخدم الرماح يا ابي. يلا الحين. اي كفو. اضرب. يضربوا لك. كفو. اضرب بعد اضرب. وصلت المستوى 31 اخيرا. طبعا شين كان بخاطري اطور حيازة الدرع، القناع، الخطوبة، والله ما اعرف شباب. طبعا مثل ما تعرفون يا عيال انا طورت مهارتي بالرمح وطورت الاقناع والخطوبة والانضباط حتى تقلل من فرص التمرد او فرص يعني الهاربين من الجيش. يعني شباب يراد لها شرح مثل ما تعرفون. دخل لك هايته. يلا ارمي الرمح. كفو. يلا الحين كتله. لا والله كتلو. تعال انت والله. لك هاي يا اخي. كملوا شباب كملوا. شوف لقينا بابا. اخذ لك هاي ابني. اخذ لك هاي. يلا اقتل. حلو. اقتل. تعزيزات العدو وصلت شباب. وصلت التعزيزات. يلا. دبلع ابني. دخل لك هاي. حلو. دك. واو. شنو. حلو. خذ لك. دبلع هذا رمح. بعد. ايه يرشقوني بالسهام شباب. انسحاب. يلا اقتل هذا. كفو. اقتل. اوكي والله وايد حركوا شباب. واي صارت مجزرة هنا. يا ابوي. اخذ لك هاي ابني. دبلع. يلا دخل لك هاي. اقتل واحد. اقتل.
بقتل القلعة انه، المدينة انه، المدينة انه، ها المدينة انه، ما حد ياخذها غيرنا. كملوا قدام هذا بعد. خذ لك هاي. خذ لك هاي. خذ لك هاي. خذ لك هاي ابني. خذ لك هاي. موت. موت. حلو 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 حلو. حلو. احنا راح نفوز، ما بقى شيء، ما بقى شيء نفوز. لا قتلوني. لا يا الحمزة. اوكي رجعت حلو. رجعنا للقلعة. يلا شباب يلا قدموا. ما بقى شيء، راح نفوز. المفروض ذول يستسلمون بعد. يستسلمون لين هزموا فزنا. مو فزنا. يلا ولكم. يلا لا كويداس. يلا فزنا. اوف يا اخيرا افرح. انت لا افرح حمين. استوك سحبت السيف. افرح. كفو يا عيال. بس خسائرنا الصراحة كبيرة. خسرنا 165 قتيل، وطبعا 256 جريح مثل ما تعرفون شباب، والعدو خسر اكثر من 300 جريح و344 جريح طبعا. فخلنا نطلع شباب ونروح نستلم قلعتنا الرهيبة. هلا والله بالغنايم. هلا. الغنايم الصراحة عملاقة جدا. تليه طبعا يا عيال. حلو. نشوف هسه السجناء. هلا والله بالسجناء. هلا طبعا انا اقبض 54 يعني. هناخذ بس الاقوياء شباب، ناخذ بس الاقوياء احسن. تعالوا يتوب الله. تعالوا. هلا والله. تعالوا المدرعين يفيدونا. تعالوا عوضونا على الخسائر اللي سببتوها لي. تعالوا التلخ. طبعا شباب البقية راح اوديهم من القلعة، من الاقوى للاضعف. تمام. حلو. والله هذا اللي طلع عنه. تعال كويس. تعال تهمين. حلو. والصراحة امتلك جيش عندي، صار عندي هواي. تمام يا عيال. هاي احنا خلينا قد ما نقدر عليه طبعا. حلو. اخيرا استولينا على اكبر مدينة بولندية في العالم. طبعا اقصد بالعالم يعني باللعبة شباب، هنا بالعالم. المهم طبعا هي لاحق هاي اتوقع ثاني مدينة بولندية، لان اول مدينة اللي هي عاصمة بولندا اللي هي وورساو. تمام. اخيرا سيطرنا على شو اسمه نوفا غوردو، ما ادري شو اسمه والله ما ادري. هذول سواكتهم ياخذون رواتبهم شباب. المهم شباب خل نروح شوي نحسن المدينة، نشوف المراقبة مالتها. هلا والله. هلا بالعيال، باع المنجنيق، باع قاذف الاسهم، باع البوابة اخر ليفل. حتى راح اشتري لهم ما ادري شنو هذا اللي يحمس الجنود، يحمس يسويهم لحم شوي كلش يعني قوي هذا. خل اروح اسال الفرقة طبعا. لا العفو مو الفرقة. حلو. صار عندنا 114 بعد نجيب لنا هذا. لا عوفة كافي. صار عندي 510 جندي عادي مش خايب شباب، احنا نعوض يعني بالمستقبل. طبعا خلينا نشتري لنا طبعا شباب راح اسميه الزفت، هذا اللي نزفت بيه السطح يعني يزفتون بيه سطح المباني والبيوت. هذا طبعا راح يحرق الجيش، حرق اي واحد يتقرب قبل نحرقه. فراح اشتري 65,000 كافي كلش كافي. فروح اسال المراقبة، روح لل ايش يسمونه هذا، نشتري. حلو. اشتريناه يا عيال. صارت هسه مدينتنا الخرافية اقوى من ذي قبل. فهنا راح اوقف شباب، لان الصراحة طول الفيديو صار 26 دقيقة يعني، وانا راح اقص من الفيديو بالمونتاج. فاذا عجبتكم اللعبة طبعا احنا راح نسيطر على باقي المدينة مثل ما تشوفونه كواحد جاي من لورداتني.
لا هذا انتصر علينا، خرب يومه، تعال 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 خلينا نحاربك. فمثل ما تشوفون يا عيال، هذا مقطعنا هذا اليوم. لا تنسون اللايك والاشتراك، وايضا اشكركم على الدعم الخرافي وعلى تعليقاتكم الرهيبة والحلوة هاي. ما انسى معروفكم، واتمنى تدعمون هذا الفيديو بافضل اللايكات. طبعا هذا شباب لا تضغط لايك يعني ما هيأثر، ما راح تخسر شيء، بالعكس الفيديو راح ينتشر لاكثر من شخص، بالمقترح راح يصير يعني تعرفون بعد. فالمهم شباب، هذا هو مقطعنا هذا اليوم. لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. وكان معاي ابو شهاب. طبعا ان شاء الله ايضا راح انزل لكم فيديو اخر عن محل الالعاب، اللي اذا ما بتابعته هم تلقى الرابط مالته بالوصف. فكان معكم ابو شهاب، باريس.